اجي قولي لي، واش عمرك حسيتي بلاهيه حتى ملي ما كديري حتى شي حاجه؟ كديري شي افور كبير، كتقولي ما درتش شي حاجه اليوم، ولكن كنحس براسي ثقيل، كنحس بذاتي ثقيله. الا وقعت لك ديجا بحال هكا، راه يقدر يكون ماشي هي ديال لو كور ديالك، غادي يكون سيغمون هي ديال الدماغ ديالك. السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامج هذه حياتك. اليوم غادي نحاولوا نفهموا دوك الاحاسيس اللي كيدوز لينا في حياتنا، ولكن قليل منا اللي كيوقف كيقول بلاتي انا حسيت بهذه، اجي نحاول نفسرها. اليوم غادي نهضروا على واحد النوع ديال التعب اللي بزاف ديال النساء كيعرفوه، ولكن قليل اللي كيعرف الاسم ديالو، وكنا ديجا طرقنا عليه في الحلقه الاولى، اللي هو الشحنه الذهنيه، لا شارج مونطال. هاد التعب هذا ما كيبانش، ولكن كيستنزف لينا الطاقه النفسيه كل نهار، كنحسوا براسنا عيانين واخا ما دايرين حتى شي حاجه. الوغ غنفسرها لكم بواحد الطريقه مبسطه. الشحنه الذهنيه هي داك قوه التفكير، الدماغ ديالك كيبقى يفكر 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 يفكر، ما كيوقفش. كيفكر اش غندير غدا، اش غادي، شنو خاص اليوم، شنو كان خاصو يدار، امتى خاصو يدار، ايتترا ايتترا، شنو ما خاصوش يدار، شنو ما خاصوش يتنسى. حتى فاش كتكوني جالسه غير جالسه ما كديري والو، الدماغ ديالك خدام. دونك نفسيا الدماغ ما كيعرفش يفرق ما بين الخطر اللي هو حقيقي والتفكير المستمر. يعني واش بصح ساميريت انني نفكر ولا غير كنفكر؟ اي سي كوا لو ريزولطا؟ هو انك يكون عندك ارهاق نفسي. على الخطر من هذا الشيء كامل هو ان الذات ديالك شحال ما عطيتيها ديال النعاس، شحال ما ارتاحت، ما عمرها ما كتحس بديك الراحه الحقيقيه. الوغ دابا بغيتك تسولي لي راسك، واش عمرو وقع لك هذه القضيه هذه ديال انك شحال ما نعستي كتبقاي عيانه، ولا كتكوني ناعسه ودماغك خدام، كتفكري في الدار، كيف قلت لكم شنو خاصك دير، المسؤوليات، الحوايج اللي خاصني نبقى عندها، ولادي شنو خاصني ندير لهم، راجلي شنو هذا جاي عندي دير في السيمانه الفلانيه، وحتى كتنعسي وكتفيقي كتحسي براسك فاتيغي كاو. اونكور اون فوا، الراحه الحقيقيه ماشي هي الراحه ديال الجسم، الراحه الحقيقيه هي الراحه ديال الدماغ. دابا بغيت نقول لك واحد لا فراز تري امبورطونط. المراه ما كتكونش غير خدامه مثلا، ولا كتفكر في شي حاجه قبل ما تخدمها. مثلا غدير شي حاجه، قبل ما ديرها كتبقى في دماغها اشنو غندير، كيفاش، ايتترا، بحال اللي قلت لكم طوطالير. وهذا التفكير الزائد كيكون بحال قلتي شي عبء فوق كتافنا، ما كيبانش للناس. دابا الناس كتشوف كتقول لك راكي ترانكيل، راكي بخير، ولكن انت اللي حاسه بداكشي كيطلع ويهبط فيك، انت اللي داكشي كياكل لك من الصحه ديالك النفسيه اي اوتوماتيكمون من الصحه الجسديه. واخا شنو الحل؟ داكشي اللي قلنا قبيله عاودناه، كنفكروا كنديروا، ما كنعسوا، ما كنفيقوا، معيانين. سي كوا لا سوليوشن؟ كيفاش نخفوا الحمل على الدماغ ديالنا؟ جو في vous dire 3 étapes très simples et très principales. La première، كتبي كلشي. علاش؟ حيت اي حاجه بقات في دماغك غادي يبقى بريسي، غادي يبقى عليه ستريس، غادي يبقى يقدر ينفجر كاع. دونك فاش كتكتبي كتفرغي الدماغ ديالك، اي حاجه تو لا بروغرام، تو ليكري. لا دوزيام سي كو انك ديري دي مومون سون كو الدماغ ديالك يخدم. كيفاش؟ دي مومون انك تحطي التليفون 5 ديال الدقائق في النهار، غتحطي التليفون، tu penses à rien et tu respires. c'est pas facile، tu l'essayes. مع كل مره، كل نهار تقدري تبداي بدقيقه، بجوج، بثلاثه، تتولي اون هابيتود في دماغك اللي هو بهذه الطريقه هذه غادي ياخذ بوز ويرتاح. لا تروازيام دي شوز، الحاجه اللي ما شغلكش ما تدخليش فيها، الحاجه اللي ماشي من لو سيركل ديالك، شي حاجه اللي شي واحد اخر خاصو يديرها، لاش انا غندخل فيها، لاش غنهز الحمل ديالها، لاش غادي نفكر فيها، لاش غنستريسي راسي. دونك 3 الحوايج: نكتب، ناخذ وقيته ديال راسي سون تليفون، سون ريفليشير، افيك ريسبيراسيون،
اي troisième دي شوز هو انني شي حاجه ماشي مسؤوليتي نخليها المول المسؤوليه ديالها. الوغ دابا غادي نعطيك واحد التمرين بسيط بزاف اللي هو comme toujours tu vas respirer ياك et tu vas réfléchir à une seule chose. غتفكري في حاجه وحده اللي خاصك ديريها ولا اللي خاصك تفكري فيها، حاجه وحده اللي اوبليغاتوار انت خاصك تفكري فيها اللي كتشوفي فيها دابا، ماشي 20,000 حاجه. اي دوكو فاش غتفكري في حاجه وحده دماغك لي زوطر شوز غادي يخليهم دو كوتي، غادي تقلل ما يبقاش التفكير ديالو بزاف اي دوكو غادي يحس بواحد الراحه نفسيه. جربيها ما خسره والو اي تو فوا لو ريزولتا. الا وصلتي لهنا فاكيد انك تعاني من لا شارج مونطال اللي توت لي فام مالوغوزمون كيعانيو منها وما كيعرفوش كيفاش ils vivent avec. alors الا كانت شي امراه اخرى كتعرفيها ديما كتقول انا عييت، انا شحال مرتاحيت، ما كنحسش براسي مزيانه في الكور ديالي، صيفطي لها هذا الفيديو وربما ينفعها. هذه حياتك، نتلاقاو كل جمعه على نفس الموعد مع 9 ديال الليل على قناه هذه حياتك. خليتكم على خير.